السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هنعمل تحلايه سريعه كده بارده، يعني هي بودنج مهلبيه بالشوكولاته، بالذات للاطفال. يلا نشوف الطريقه. لو عايزه تشتركي في قناتي اكتبي في البحث فوق مطبخ سيسي، اضغطي انتر هيدخلك على القناه، هيظهر لك كلمه اشتراك، اضغطي عليها، فعلي الجرس وبعدين حفظ عشان يوصلك كل جديد بنزله. بسم الله. اول حاجه المقادير معانا هتبقى معايا اول حاجه 50 جرام شوكولاته، اي نوع شوكولاته تحبيه، من الافضل يبقى شوكولاته دارك. دي شوكولاته سما، شوكولاته خام، 50 جرام يعني 3 مكعبات اهو. هنقطعهم. بس كده كويس. في كسرولة هضيف ربع كوباية سكر، 3 معالق كبار نشا، معلقتين كبار كاكاو خام، نص معلقة صغيرة فانيليا. هقلبهم مع بعض كويس. معايا كريمة طبخ، هضيف منها 3 معالق كبار، حوالي 40 جرام. لو ما عندكيش تقدري تستغني عنها. هضيف عليهم نص لتر حليب، يعني كوبايتين. هضيف شوية شوية. فكهم بس مع بعض قبل ما نحطهم على النار. اوبسي، ليه كده ليه؟ كوباية الحليب التانية. وهحطها على النار، على النار، وهقلبها لحد ما تبتدي تسخن معانا. اول ما تبتدي تسخن ننزل الشوكولاته. بسم الله، بايدي احسن اضمن. وارجع اقلب تاني. عايزه اقول بس حاجه مهمه، اختاري نوع كاكاو يكون نضيف وكويس، وبرده الشوكولاته، عشان الوصفه دي لو ما اخترتيش فيها حاجات طعمها كويس، الشوكولاته والكاكاو بالذات، هتديكي طعم سيء جدا. وممكن تدوقي وهي على النار، تدوقي السكر بتاعها. ممكن انا اكون حاطه مثلا سكر قليل، انت تحبي تزوديه. اول ما تلاقيها عملت فقاقيع كده خلاص نقفل عليها. بسم الله. اوبس.
عملت معايا 4 كاسات، بس الكاس ده يعني يعني 3/4 بس. هسيبهم لحد ما يبردوا خالص، وبعدين ادخلهم التلاجة يسقعوا كده وقوامهم يمسك. بعد ما سقعت في التلاجة احط لها بس نزوقها تزويق بسيط. ده سوداني، اي مكسرات تحبيها، اي تزيين انت تحبيه. ممكن على فكره ما تضيفيش سكر خالص، لو انت حابه سكر هيبقى قليل قوي، تكتفي بالشوكولاته اللي احنا حاطينها. ادوق، بسم الله. طعمها حلو جدا، جربوها، حلوه كمان بالذات للاطفال. بدل ما تشتري لهم الدانت والحاجات دي كلها، ممكن تعمليها في البيت. وسهله وما تاخدش منك وقت. بتمنى ان انتوا تجربوها، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وسبق قبل كده عملت اكتر من نوع بودنج مهلبيه، ان شاء الله هحط لكم على الشاشه في اخر الفيديو. عفوا معلش، هحط لكم وصفتين بودنج برضو بالفاكهه وكده، تبقوا تتفرجوا عليها ان شاء الله. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم سيسي من مطبخ سيسي مصر. باي باي. ان شاء الله المقادير هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف قدامنا على الشاشة، موجود في الجنب مثلث. المثلث ده تضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. زي ما احنا شايفين هتلاقي مكتوب اضغط هنا لمشاهدة المقادير. اضغطي على اللينك اللي لونه ازرق، هيدخلك على البلوجر اللي موجود قدامنا دلوقتي. البلوجر هتلاقيه موجود فيه المقادير كتابة، والشرح كمان بالصور وبالتفاصيل.